ايه قال لك داروا سبيسياليتي جديده نزار واللي هي مطبب الارجل في شبه طبي. ما تقوليش اللي ريباري كراعين. ما فهمتش واش يدير انا هذا. او فرم لي روح بردي قلت واحد الحاجه برك هنا ريت شنو مطبب الارجل هذه. فهمنا فيها. مطبب الأرجل هو تخصص جديد في درس في المعهد الوطني العالي شبه طبي في الجزائر العاصمة. ايه تسمى قرايه. هي وقراية 3 سنين. الله يبارك. تحكي لنا سبيسياليتي تاعك واش راكم داير. أنا التخصص نتاعي هو تخصص العلاج الفيزيائي والطبيعي الصحة العمومية ولا كما يعرف بفيزيوثيرابي. شحال كان معدل القبول؟ معدل القبول يختلف من ولاية إلى أخرى. معدل القبول في ولاية بومرداس سنة 2025 كان 16.61. الله يبارك. طالع الدراسه في السبيسياليتي تاعك انت سهله ولا صعيبه؟ كما يعرفوا بزاف عباد انه الدراسه في تخصص علاج طبيعي فيزيائي شارجي بزاف مقارنه بالتخصص الاخرى يعني. بصح كي تكون اجور معها تجيك عادي. تخصص ممتع ومشوق جدا سورتو اللي يحب الدومان سبورتيف والدومان ميديكال في نفس الوقت. صح كاينه. هل تنصح تلاميذ البكالوريا يجوا هذا التخصص ولا لا؟ فيما يخصني ننصحهم ولا ما ننصحهمش تخصص شبه طبي هو معروف منذ القدم. 90 المعهد هذا يفورمي دي بروفيسيونيل في لا دومون تاع لا سونتي. بصح في السنوات الاخيره ولا نشوفوا اقبال كبير. معدلات القبول اللي ارتفعت. اهم حاجه ولاو العباد يخيروا على جال هي الخدمه المضمونه العمل المضمون. صح يعني كي تخلص القرايه تاعك تخدم منها ديريكتومون. تسيني عقد مع وزاره الصحه بعد 3 سنوات راح تتخرج بمنصب عمل. تلاميذ البكالوريا اي سؤال استفسار اتركوه في التعليقات.